بيبتدي الفيلم بكاترينا وبتكون قاعدة في كافيه بعد ما اتخانقت مع صاحبتها في السكن وبتدور على حد تبات عنده لحد الصبح. فبيجي واحد اسمه إيد بيكون سهران في المكان وبيتكلم مع كاترينا عن الأغنية اللي هي مشغلاها واللي كانت بتحبها لدرجة إنها شغلتها 4 مرات. فبتقوله إنها بتحب الأغنية دي من وهي طفلة وإنها بتحب المغني ده جدا، وبتعرفه إن عندها تجربة أداء تاني يوم في مسابقة بس مش عارفة تبات فين النهاردة. فبيعرض عليها تبات عنده وبالفعل بتوافق كاترينا وبتروح معاه للبيت. ولما بيجي تاني يوم بيروح إيدي يصحي كاترينا وبيقول لها تقوم تاخد دش لحد ما يرجع من السوبر ماركت. فبتقوم كاترينا تدخل الحمام وفجأة صاحبة إيد بتيجي وبتسألها هي مين. كاترينا بتقول لها إن إيد عرض عليها تبات عنده الليلة اللي فاتت، لكن صاحبته بترمي كاترينا بره وبتقول لها مفيش مكان هنا. بعدها بتروح كاترينا المكان اللي شغاله فيه وبيكون محل لعب اطفال وهدايا، وبيكون الكريسماس قرب فالمكان كله مليان هدايا الكريسماس. في اليوم ده مديرة المكان بتستغرب ان هي جايه بدري، لكن بتتوقع انها اتخانقت مع صاحبتها زي ما بتعمل على طول. وهنا كاترينا بتقطعها وبتقول لها عاوزه تلبس عشان تلحق تخلص شغلها وتروح المسابقه. وفي وسط اليوم ده بتيجي اخت كاترينا وبتقول لها ان مامتها قلقانه عليها جدا عشان بتتصل عليها وهي مش بترد، وبتنصحها تكلم امها. فبتقول لها كاترينا هكلمها، وبعدها بتدخل المكان تاني. بعدها كاترينا بتكون شغاله وبتشوف شاب صيني بيبص للسما. بتستغرب كاترينا وبتطلع تشوف هو ضارب ايه على الصبح، وبتلاقيه بيبص على حمامه واقفه على السور. وفجأة الحمامه بتعملها على وشها. فبتدخل كاترينا المحل وبيدخل الشاب ده وراها وبيعتذر لها وبيطلب منها يخرجوا مع بعض اخر اليوم، لكن كاترينا بترفض وبتطرده. وبعدها بتيجي رسالة لكاترينا بان ميعاد تجارب الاداء دلوقتي. فبتجري كاترينا عشان تلحق الميعاد لانها متأخرة جدا. ولما بتوصل بتلاقي المسرح مقفول ومفيش حد غير لجنة التحكيم. وبتبدأ كاترينا تغني، وبعد اول جملة بتقول اللجنة انها مرفوضة وان صوتها وحش جدا. فبتخرج كاترينا وهي زعلانة وبتخبط في شاب وهي ماشية، وبيكون نفس الشاب اللي طلب يقابلها بالليل. وبيبدأ الشاب ده يعرفها على نفسه وبيقول لها انه شغال في المطعم ده وبيكون اسمه توم. وبعدها بيتمشوا مع بعض شوية وبيوريها أماكن جديدة، وبعدها بيروح يوصلها لمحطة الأتوبيس وبيطلب منها يكرروا الفسحة دي مرة تانية. ولما بتطلب منه كاترينا الرقم بتاعه بيقول لها إنه ما بيشيلش تليفونات وده عشان يستمتع بالحياة. فبتركب كاترينا الأتوبيس وبعدها بتروح بيت صاحبتها جينا عشان تبات عندها. ولما بتوصل بيت صاحبتها بيكون جوزها متضايق منها جدا، وبتتكلم كاترينا مع صاحبتها عن الحمل وتعب الحمل، وبيكون جوزها برضه مش طايق كاترينا. ولما بيجي تاني يوم بتصحى كاترينا من النوم بتلاقي صاحبتها وجوزها بيفطروا، وبعد الفطار بيودعوها وبيطردوها بشياكة. بعدها بتمشي كاترينا وبتروح المكان اللي هي شغالة فيه، وبتلاقي الشرطة بتتكلم مع المديرة وبتفهم ان المكان اتسرق. وبتفتكر كاترينا انها ما قفلتش الباب كويس امبارح. ولما بتمشي الشرطة كاترينا بتسأل المديرة مين اللي كسر الازاز، فبتقول لها انا اللي كسرته عشان الشرطة تقتنع انها محاولة سرقة. وفي اخر اليوم بتفضل كاترينا مستنية توم، ولما بيجي توم بيسأل كاترينا عن يومها، فبتقوله انها سابت الشقة اللي بتبات فيها وعندها مشاكل في الشغل. فبيقترح عليها انه يساعدها وبياخدها توم لمكان متخصص في مساعدة المشردين. فبتقوله انا ايوه مشردة زيهم بس احسن لي ارجع بيت اهلي. وبيجي ابوها ياخدها بالعربية وبيوديها للبيت. ولما بتوصل بتتجنب الكلام مع امها وبتدخل اوضتها على طول. ولما بيجي تاني يوم بتروح كاترينا مع امها عند الدكتورة، وبتقول لها الدكتورة لازم تاكل كويس وتقلل شرب خمرة عشان قلبها ما يتعبش. بعدها بتمشي من عند الدكتورة وبتروح الشغل وبتنظف المكان عشان الكريسماس قرب. وفجأة بتلاقي توم داخل عليها وبيبدأ ينظف معاها المكان. وبعد ما بيخلصوا ترتيب المكان بيخرجوا عشان يقضوا وقت مع بعض. وبيكون توم محضر مفاجأة لكاترينا وبيوديها صالة تزلج زي ما كانت بتتمنى. وبعدها بيوصلها محطة الأتوبيس وبيودعها عشان ميعاد شغله. تاني يوم بتروح كاترينا الشغل وبتشوف الراجل اللي كان معجب بالمديرة. فبتطلع كاترينا تتكلم معاه وبتحاول تجرأه عشان يعترف للمديرة بحبه. وبالفعل الراجل ده بيروح للمديرة وبيعترف لها بحبه ليها. بعدها كاترينا بتفضل مستنية توم وبيكون مختفي بقاله فترة طويلة ومش عارفة تلاقيه فين. واخر اليوم بترجع البيت بتلاقيهم بيحتفلوا عشان اختها اترقت في الشغل. وبتكون اختها متضايقة منها لانها حاسة امها بتحب كاترينا اكتر منها. فبتتخانق مع اختها وبعدها بتسيب البيت وبتمشي. واثناء ما هي في الشارع بتلاقي توم جاي وراكب عجلة. فبتسأله انت كنت مختفي فين طول الفترة اللي فاتت؟ فبيقول لها انه كان بيساعد ناس محتاجين مساعدة. بعدها توم بياخد كاترينا معاه البيت وبيوريها الأوضة اللي عايش فيها. وبعدها بيقعدوا الاتنين وبتبدأ كاترينا تحكي له قصة حياتها. وبتقوله انها عملت عملية في قلبها زمان، ومن بعد العملية دي وهي مش راضية عن نفسها وبتخاف من كلام الناس.
فبيقول لها توم لازم تتقبل نفسها وتتقبل اللي حصل وتبص للموضوع من ناحية انها خدت فرصة تاني للحياة. وتاني يوم بتروح كاترينا شغلها، ولما بتخلص بتروح سكن المشردين وبتحط يافطة انها هتغني واللي يعجبه صوتها يتبرع بفلوس. وبتبدأ كاترينا تغني وفي ناس كتير بيعجبهم صوتها فبتجمع فلوس كتير، واخر اليوم بتروح تتبرع بيها للمشردين. وبتعمل كمان اختبارات للمشردين عشان تشوف لو حد فيهم صوته حلو يعمل معاها فقرة غنائية، وساعتها هيجمعوا تبرعات اكتر. بعدها توم بيختفي مرة تانية وبتبدأ كاترينا برضو تدور عليه، فبتروح حديقة كان قايل لها عليها وبتلاقيه قاعد، فبتقعد جنبه وبتقوله ان هو وحشها جدا. ولكن توم قال لها ان هما مش في علاقة ولازم تهتم بنفسها وتعتمد على نفسها. فبتروح لاختها وبتعتذر عن الخناقه اللي حصلت بينهم، وبعد كده بتروح تاخد امها وبتروح السوق وبتشتري هديه لاختها. ولما بتخلص اليوم بتروح لتوم عشان تقوله ان حياتها بقت احسن، لكن بتلاقي شخص غريب في الشقه وبيقول لها انه مندوب من البنك وجاي يحجز على المكان عشان عليه اقساط كتير ما بتدفعش بقالها كتير. بعدها الراجل ده بيشوف تليفون توم بيرن بالصدفه، فبتقوله ان توم ما بيحبش يشيل تليفونات اصلا. فقال لها مين توم اللي عماله تتكلمي عليه ده؟ المكان ده محدش ساكنه بقاله اكتر من سنة. وهنا كاترينا بتعرف ان توم ده مش موجود اصلا، لان توم ده اللي اتبرع لها بقلبه لما عملت الحادثة زمان، وكان برضو وقت الكريسماس زي دلوقتي. وبيخلص الفيلم على كده.